مكالمة من عمرو سامي. عمرو، مساء الخير. مساء النور محمد، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. معايا كابتن وائل حسني في الاستوديو. اهلا وسهلا، برحب بالكابتن وائل. الله يخليك. ازيك يا عموره؟ الحمد لله تمام جدا. عمرو، قول لي، يعني النهارده كان في مداخله للاستاذ كامل ابو علي مع مع زميلنا حمدي حسن وعلي حسن في برنامج المصري اونلاين، ومن خلالها الاستاذ كامل ابو علي يعني اتكلم عن ان هو مش هيرجع تاني رئيس للمجلس اداره النادي المصري، ولكن ممكن يكون موجود من خلال لجنه حكماء هي اللي بتدبر موارد وبتفكر ازاي النادي المصري يبقى شكله ازاي، وبتدبر يعني خطوط عريضة النادي المصري ومجلس إدارته يمشوا عليها. وطبعا دكتور محمد فاروق كان بيتكلم دلوقتي من شوية بيقول إن في بعض الأندية الخليجية والعربية عندها لجنة الحكماء دي أو رئيس شرف للنادي. شايف أنت الكلام ده إزاي؟ انا شايف والله ان مستر كامل ابو علي قدم الكتير للنادي المصري، والجمهور النادي المصري مستني منه اكتر من كده. يعني الناس نزلت طبعا من ايام الاستفتاء بتاع الدستور، والجمهور نزل وقف عشان خاطر مستر كامل ابو علي، عشان خاطر النادي المصري. ما نضحكش على بعض، الناس هنا كل همها النادي المصري. وكان طبعا في ضغط جامد جدا، يعني يمكن الموضوع ده ما يعني اللي حصل لمستر كامل في بورسعيد ما يحصلش لشخص تاني وما بيحصلش لحد. والجمهور المصري ما تعودش ان هو يعني يهين نفسه او يجري ورا حاجه الا عشان خاطر النادي اللي بيحبه بس. فانا عايز اقول لمستر كامل، يعني احنا لو في انتخابات او في اي حاجه ما فيش حد هيترشح لكرسي رئاسه. الجمهور كله والناس كلها وبورسعيد كلها هتوسع لمستر كامل لكرسي رئاسه. فيعني يا ريت مستر يبقى موجود حضرتك بالتعيين، او يعني لو انت مش عايز تخش انتخابات تبقى موجود بالتعيين. فانا شايف ولو في لجنه حكماء او اي حاجه من دي يا ريت يكون كلام واقعي، يعني ما يكونش كلام بس مسكنات وحاجات من دي، لان الجمهور ان هو يعني مستني يشوف رد فعله، يعني يشوف نيه من مستر كامل ان هو يكون موجود تاني في النادي المصري. طيب، هو الراجل حتى كمان كان صريح جدا يا عمرو، وقال ان هو يعني مش لازم يكون هو رفض كمان يعني ان هو يكون رئيس اللجنه، ولكن يكون ضمن منظومه عمل مع ناس عايزه تشتغل بجد. واكد الكلمه دي، كررها 3 مرات: ناس عايزه تشتغل بجد. واحنا مش عايزين اكتر من كده، احنا عايزين ناس تشتغل بجد للنادي المصري تحت اي مسميات. يعني اللي بيخدم النادي ممكن يخدمه من بره، مش شرط يكون اساسي موجود جوه عشان يخدم النادي. هو ده اللي احنا عايزينه. شايف ان ممكن مثلا الكلام عن، يعني في ناس كتيره بتلومنا عن دخول مستر كامل معانا وحديثه عن عدم وجوده او رجوعه، ان هو يعني هل لعيبه النادي المصري بتلعب عند استاذ كامل ابو علي او مجلس اداره النادي المصري منتظر هو بص يا محمد، يعني هو بصراحه يعني طبعا وجود مستر كامل ابو علي على راس مجلس اداره النادي المصري وموضوع رجوعه دوت يعني بيدي استقرار وبيدي طمانينه للعيبه طبعا، لان مهما كان اي لعيب يعني هو بيبقى موجود، يعني لما يكون عارف ان في مجلس اداره موجود وكل المستحقات ياخدها في ميعادها وكده، يعني هيبقى هو مرتاح شويه. بس يعني سواء اتكلمنا في الموضوع ده دلوقتي او غيره، واللعيبه دلوقتي المفروض يبقى كل تركيزها في حاجه واحده بس، ان هم بكره يكسبوا ويجيبوا ال3 نقط لبورسعيد، لان احنا طبعا موقفنا في الجدول بقى صعب. انت شايف الموضوع بقى عامل ازاي؟ طيب عمرو، انا يعني بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله المصري هيكسب بكره، يعني انا حاسس كده. طب ان شاء الله ان شاء الله. بص انا كده كنت توقعت مع الدكتور محمد فاروق ان المصري هيكسب الاهلي 3-1. انا بقول لك ان شاء الله بكره هنكسب 3-1 برضه ان شاء الله. يا رب. مش كتير يا عمرو؟ لا مش كتير، ان شاء الله هيحصل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عمرو، انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا محمد. شكرا جدا.